احلى من البسكوت واخف من الكيك وبدون سمنه ولا زبده. هتنفع للفطار مع كوبايه شاي ومش هتحتاجي القطاعات. هنعملها كلها في صينيه واحده. حط لايك وشير واشتراك ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. معايا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه وكوبايه الا ربع زيت وكوبايه الا ربع سكر ومعلقه خل كبيره. هنحط في الخلاط ال3 بيضات وهننزل عليهم بكوبايه الا ربع من السكر وهننزل عليهم بمعلقه كبيره من الخل ونبدا نضربهم. وبعد ما يمتزج ويبقى كله متجانس مع بعضه هبدا انزل عليهم بنص كوبايه من الزيت. تقدري ان انت تحطي المكونات كلها مع بعضها سواء دي او سواء دي، الطريقه دي صح والطريقه دي صح. كده انا نزلت بنص كوبايه من الزيت وهنبدا نضرب كل المكونات. واول ما يمتزج والسكر يدوب وكل المكونات اتاكد ان هي دابت انزل بيهم في بوله زي ما انتم شايفين كده. ومعايا نص كيلو من الدقيق هنزل عليهم بكيس بيكنج باودر كامل او 16 جرام، يعني لو عندك سايبه يبقى 16 جرام. وهنزل عليهم بمعلقتين من النشا كبار وهنزل عليهم برشه ملح. هبدا اقلب كل المكونات دي مع بعضها وهشيل منهم معلقه كده من الدقيق على جنب. وهاخد النص كيلو دقيق بتاعي بالمكونات كلها اللي احنا قلبناها على المواد السائله بتاعتنا يا بنات. وهنبدا نقلب بالاسباتيولا. مش هتستخدمي ايديكي الا في الاواخر خالص وانت بتلمي العجينه علشان العجينه دي بتلزق جدا. هتبداي تقلبي بالاسباتيولا زي ما انت ما شايفه كده لحد ما يبدا العجين كله يتجانس مع بعض. تبداي في الوقت دوت تشيلي الاسباتيولا بتاعتك على جنب وتبداي تعجني بايديكي. خدي بالك بقى يا بنات، احنا مش بنعجن، انا عايزه اقول لكم بنلم العجين. هو عجين بس اللي هو خفيف، مش بتعجني بايه براحه ايدك كلها، لا انت بتعجني بس بصوابع كده، او بلاش نعجن نقول بنلم كده زي ما احنا ما شايفين. بتلمي كانك بتعملي الكحك والبسكوت بتاع ايه، بتاع رمضان. هتاخدي بقى نص العجينه هتوديها الناحيه الثانيه وهتاخدي النص دوت تنزلي عليه بمعلقتين كبار من الكاكاو الدارك وهتنزلي عليها بمعلقه او معلقتين من الزيت، بحيث ان انت لما تيجي تعجنيها مع بعضها تبصي تلاقيها كلها متجانسه مع بعضها، بحيث ان العجينه دي تبقى زي العجينه دي. احنا عايزين العجينه اللي بالكاكاو تبقى زي العجينه بالظبط بنفس الملمس، العجينه اللي هي بالفانيليا او مش بالفانيليا اللي هي البيضه. تمام كده. وبعدين نفردها زي ما انت ما شايفه كده مستطيل. هنبدا نفردها بالراحه يا بنات. انا بحط تحت منها كيس وبحط فوق منها كيس وهنبدا نلمها كده ونديها شكل المستطيل. ما بفردش على البتاع دوت المفرش بتاعي يا بنات ده، لا انا حاطه كمان كيس فوق منه عشان اعرف اتحكم فيها وتبقى سهله. وهقيس كده المقاس، هلاقي ان اللون الابيض نفس المقاس بتاع اللون اللي هو الكاكاو. تمام، خلاص احطهم الاثنين على بعض زي ما انت ما شايفه كده وابدا افرد واحده واحده زي ما انتم ما شايفين كده. هنفردها برضو يا بنات بنفس المستوى الاولاني اللي احنا فردنا بيها. تمام. وبعد ما نفردها زي ما انتم ما شايفين كده هنبدا برضو نتنيها التانية كده. احنا عملناها مره، دي كده تاني مره. تمام كده. تمام. ونبدا نفردها زي ما انت ما شايف. برضو يا بنات هقول لكم على قصه ان انت لما تيجي تبداي تفرديها يعني ما تدوسيش عليها قوي وما تتكيش عليها قوي، بحيث ان هي ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه. وكمان اللون البني بتاع الكاكاو ده يفضل متماسك. لما بتدوسي عليها جامد بتبدا ان هي واحده واحده تبص تلاقي اللون تداخل مع الابيض ما بتظهرش. فاحنا عايزين واحده واحده نحايلها، لان هي اصلا مش مستحمله، عامله زي عجينه ما تعرفيش بقى بسكوت، ما تعرفيش كيكه. هتشوفوها دلوقتي معايا. وهنساوي زي ما انتم ما شايفين كده الحروف بتاعتها وهتنيها التانية اللي بعدها. انا يعني اعوذ بالله من كلمه انا هعملها 3 مرات. عايزه تعمليها انت 4 مرات مفيش مشكله، انا اكتفيت بان انا اعملها 3 مرات. يعني لو عملتيها 4 مش هتقول لا، برضو هتطلع كويسه. بس اهم حاجه تتبعوا برضو الطريقه زي ما انا ما قلت لكم كده، بحيث ان هي تطلع معاكي كلها ميه واحده. شايفين اللون يا بنات؟ انا مش عايزه اللون الابيض يتدخل فيها، تبقى حاجه بسيطه. يعني حتى لو تداخل يبقى يتداخل حاجه بسيطه. وهحط مفرش تحت منها اللي هو الكيس بتاعنا بتاع التلاجة ومفرش فوق منها. تمام كده اهو. بص انا لما اتكيت عليها شويه ايه اللي حصل؟ بدا يظهر فيها اللون الابيض. احنا عايزينه ما يظهرش عشان اللون يبقى باين معانا والطبقات تبقى باينه معانا واحنا بنقطعها. تمام كده. هبدا افردها بقى. دي بقى الفرده الاخيره وهخليها برضو بنفس المستوى الاولاني. اهي دي اخر مره بقولها لكم، دي الثالثه. تقدري انت تعمليها 4 زي ما انت ما عايزه. هفردها على مستوى الصينيه بتاعتي. انا هجيب صينيه مقاس 30 في 20 وهقيس عليها. تمام. وهدهنها دهنه خفيفه، يا تدهنيها بزيت يا تدهنيها بمعلقه ايه او ربع معلقه من السمنه زي ما انت ما عايزه. وهننزلها فيها كده زي ما انت ما شايفه ونبدا ان احنا نفردها فيها بحيث برضو تكون كلها ميه واحده. تمام يا بنات. وتكوني مولعه الفرن في الوقت دوت على درجه حراره عاليه. واول ما تبداي تدخليها الدرجه الحراره العاليه تهدى وتنزلي درجه الحراره على 180. تمام كده. وهتطلع معاكي زي الفل. هتاخد معاكي
من 25 ل 30 دقيقه او 35 دقيقه ماكسيمم اكتر حاجه. تمام كده. تكوني مبرداها، اوعي تخليها سخنه وتصب عليها الشوكولاته، احنا عايزينها تكون بارده. وبعد ما تبرد بتسيحي لها 200 جرام من الشوكولاته او 100 جرام من الشوكولاته حسب ما انت ما عايزه بقى. تمام كده. وتفرديها عليها تبقى بدمعه العين، يعني بصي ايديك تستحملها، عامله زي الرضعه بتاعت البيبي. تسيحوا الشوكولاته يا بنات على حمام بخار مائي، يعني انت مش بتحطي لها ولا لبن ولا اي حاجه، احنا مش بنعمله جناش، احنا بنعملها شوكولاته خام، شوكولاته فقط خام، بتحطيها في قلب البوله بتاعتك وبتحطي تحت منها ميه دافيه فقط لا غير. والشوكولاته السمراء بتاعتنا نفس القصه. تمام كده. بنفس الطريقه زي ما عملنا الشوكولاته السمراء هنعمل الشوكولاته البيضاء، وبنعمل خطوط بالعرض كده او بالطول زي ما انت ما شايفه. وبعد كده بنجيب خله ونفضل رايحين عليها وجايين. الاول بنروح وبعد كده بنيجي، بتديها المنظر الجمالي اللي انت شايفاه قدامك ده. مش عايزه تحطي لها شوكولاته ولا اي حاجه، والله يا بنات هي جميله. تمام. وبتقطعيها قبل ما تدخليها التلاجة او الفريزر حسب ما انت ما عايزه تدخليها تلاجة او عايزه تدخليها الفريزر، دي حاجه ترجع لك، هي كده كده هتمسك وهتجمد. تمام. وتقطعيها يا اما مربعات يا اما مستطيلات وهتبقى معاكي زي الفل. بصوا يا بنات، روعه وخفيفه فوق ما تتصوروا، هشه، طعمها جميل، لا تعرفيها كيكه ولا بسكوت ولا نايتي، ما يعني بصي حاجه كده زي ما تقولي ميكس ما بين الاتنين، طريه فوق الوصف. تعمليها بقى لاولادك الصبح ياخدوها في اللانش بوكس معاهم في المدارس، او ان انت تفطري بيها زوجك، او انت تفطري بيها مع كوبايه شاي. هتاكلي احلى كيك او بسكوت، مش عارفه تقولي عليها ايه، ولا كيك ولا بسكوت ولا عملناها بقطاعه ولا حاجه. وصفه اقتصاديه وما خدتش منا دقايق في عمايلها، يعني 10 دقايق بالكتير قوي. جربوها يا بنات وان شاء الله هتعجبكم، قمه في الجمال. وبكده وصفه النهارده تكون خلصت، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.